خليني احكي لك تجربه حصلت معايا عن النوم. انا كنت دايما بسمع ان قله النوم وحشه، بس بصراحه ما كنتش واخد الموضوع بجد. كنت فاكر ان 5 ساعات ولا 6 ساعات كفايه اول يومي، تصحى تعبان شويه بس تشرب قهوتك وتكمل يومك وتقول عادي ما الدنيا ماشيه، لحد ما قررت اجرب انام اقل من 6 ساعات لمده اسبوع. وفعلا بدات اليوم الاول واليوم التاني مفيش حاجه حصلت، ايوه مفيش اي حاجه، صاحي بتحرك بشتغل بضحك، كل يومي كان ماشي طبيعي. حتى قلت لنفسي هو ده النوم اللي الناس عامله منه حكايه؟ اليوم التالت هنا بدات احس بحاجه غريبه، انا صاحي بس دماغي تقيله، ادخل الاوضه وانسى انا دخلت ليه، افتح الموبايل وافضل ماسكه من غير ما اعمل حاجه، مش نعسان لكن تركيزي ضايع حرفيا. اليوم الرابع الجسم بدا يبان عليه مش وجع واضح ولا الم، بس كل حاجه بقت تقيله، التمرين اللي كنت بعمله بقيت حاسس بمجهود مضاعف، حتى المشي حاسه مش طبيعي. واكتر حاجه لاحظتها الجوع، انا باكل وافضل جعان، اكله تجر اكله ومن غير شبع. اليوم الخامس المزاج اتغير، اقل حاجه تضايقني كلام بسيط يعصبني، مش لاني عصبي لكن لاني مرهق من غير ما احس، حتى بقى صوتي مش واضح. اليوم السادس هنا بدات افهم الموضوع مش كسل ولا ضعف اراده، دي كميه الجسم. قله النوم بتزود هرمون الجوع وبتقلل هرمون الشبع، بتقلل الحرق وبتزود التوتر. يعني انت ممكن تعمل كل حاجه صح وتفشل بس لانك مش نايم كويس يا صاحبي. اليوم السابع الخلاصه كانت واضحه جدا، قله النوم مش بس بتتعبك، دي بتغير طريقة تفكيرك وردود أفعالك، أكلك، تمرينك، حتى ثقتك بنفسك وإنت فاكر إنك تمام. أنا مش بقول نام 10 ساعات ولا بقول الدنيا كلها تنام بدري، بس حاول تاخد كفايتك من نومك. يعني أنت شوف إيه اللي بيريحك، العدد المسموح إن هو من 7 ل8 ساعات، بس لو انت فاكر ان النوم حاجة ثانوية جرب اسبوع اقل من 6 ساعات وهتفهم ليه النوم اساسي مش رفاهية. لو التجربة دي حصلت معاك قبل كده اكتب لي في التعليقات، ولو حاسس ان الفيديو ده فادك اعمل لايك واشترك في القناة وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وخد بالك من جسمك لانه بيكلمك بس انت لازم تسمع. سلام يا شباب.